سلام كبيدات، كيف راكم دايرين؟ اليوم جينا باش نشاركوا معكم الطريقه كيفاش تحضروا الحلوه كاوكاو. يعني راك كاسي كلشي كيعرف الطريقه، ونشارك معكم المقادير كما تشوفوا. هاد الحلوه ماشي انا اللي مصايباها صاحبتي وصديقتي وكفحال اختي، وعداتني فما دير شي حليوه ان شاء الله نشاركها معكم كما تلاحظوا. الطريقه ديالها هي هذه نهائيه. دابا غندوزو ان شاء الله لبركه الله الطريقه ديال المقادير كما تلاحظوا. كاين هنا خدات الزبده باليه البنات، وخدات واحد القبيصه ديال الملح كما تشوفوا كتنسم بها، زلافه ديال السكر بالي، وخدات واحد البيضه كما تلاحظوا. غتخلط المقادير كاملين كما تشوفوا بالي، كتحاول داك السكر تذوبو. هنا غتزيد زلافه الزيت كتكب شويه بشويه، كتحاول المقادير يعني تخليهم يندمجوا كاملا. هنا من كتاكد من السكر داب كما تلاحظوا، يعني ما بقاش محسحس هكا متقيسو بيدها ولا شي حاجه، كتاكد من السكر داب بكثرت ما كتخلطها هيايا. تبارك الله صلاه بالله يعطيها الصحه. كتزيد واحد الزلافه على حسب القدر اللي عندكم. بالنسبه للتمر والقرقاع مقطع رقيق بالي الكبيدات كتخلطهم بهذه الطريقه. كتزيد عليهم الجنجلان اللي حمراتو ونقاتو وطحناتو، زلافه الجنجلان كما تشوفوا يعني محمره ومنقيه ومطحونه. هنايا كتزيد كاوكاو، هو اللي عزيز عليا صراحه الله. كتزيد كاوكاو اللي حمرات وطحنات بالي. الزلافه الاولى غتزيد عاوتاني الزلافه الثانيه، كدير جوج زلايف. نتوما كل ما حبيتوا القدر ديال الحلوه كثير كل ما كتزيدوا المقادير. راه قال لك كزيد دقيق زيد الماء ياك. هنا كتزيد طحين شويه بشويه. هنا الطحينه تخدموا شويه بشويه حتى هذيك بورخيم بلو يعني تندمج وتجمع ليها بالطريقه اللي باغا هي. هنا كتزيد واحد الخماره، واخا حتى دارت النص ديال الطحين عاد كتزيد خماره حمراء بالي البنات، كتخدمها بخماره وحده. هنايا كتسمى جمعات يعني الخليط جمعاتو كامل، كوراتو بهذه الطريقه هذه. خدات اللاطه دهنتها بالزبده ولا الزيت اللي كان حاضر عندكم، ودارت عليها الطحين، وخدات يعني الرشمه ديال الحلوه. واللي ما عندوش راه كاين ديك الرشمه ديال البطاطا اللي كتعجني بها البطاطا د الخشب، راه فيها نفس الزواقه سبحان الله، تقدروا تخدموا بها. ولكن الشريفيه ديالي عندها يعني الرشمه ديال الحلوه كما تشوفوا. هنا غترشمها كامله وغدوزها الفران كما تلاحظوا. وهنا الحلوه النهائيه ديالنا كانت وجدات غزاله ما شهيتكم فيها. الاختيار كيبقى لكم، واش ديروا لا سكر كلاصي كما دارت هي او بلا سكر كلاصي. انا صراحه كتعجبني بلا سكر كلاصي. اللي بغى يدير النص هكا بسكر كلاصي والنص يخليه هكا كاوكاو ماشي مشكل. كما تشوفوا دعيو معها الله يعطيها الصحه والله يسهل عليها ويجمع الشمل ديالها ويشافيها يا ربي امين، هي والوليدات ديالها. والحلوه ديالها تبارك الله والصلاه على النبي بلا ما نقول لكم انا حلوتها عزيزه عليا، كطلعها غزاله. وكما نقولوا الله يعطيها الصحه. وحد هنا وصلنا معكم وشكرا.